مباراه النادي الاهلي والزمالك من وجهه نظري في اصعب مباراه القمه اللي هتتلعب في الفتره الاخيره، لان هي فيها حاله من التكافؤ. الزمالك فايق ولعبته واقفه في الملعب اكتر، في المقابل الاهلي معاه لعيبه تقيله قوي بس مش فايقه. فانت بتتكلم، انا طول عمري بقول ماتش الاهلي والزمالك هو لا يحتمل لفكره مين جاهز قبل الماتش، لا هو مين عامل ايه وقت الماتش. ديربي القرن ونهائي القرن كان الاهلي فايق، كان الاهلي فايق اكتر في الملعب وكسب، رغم ان الزمالك كان احسن من قبليها. وحتى اثناء الماتش الزمالك برضه كان كويس. السوبر الافريقي اللي اتلعب السنه اللي فاتت الاهلي كان الناس كانت متوقعه قبل الماتش وانا واحد منهم هنكسب كام، لكن رجوله اللعيبه هي اللي بتفرق في الملعب. وانا بشوف مباراه القمه ما بتخلصش بعناصر فنيه. يعني مباراه القمه مش محتاجه مثلا واحد زي بوبينزا او اي، لا هي محتاجه واحد راجل في الملعب نازل هيموت نفسه. فانت بتتكلم ان وضع الزمالك الحالي هو معاه لعيبه كويسه وفايقه في الملعب، لكن مش لعيبه خبره. لعيبه الاهلي لو فاقت هتاكل لعيبه الزمالك من وجهه نظري، وانا بكلمكم في الحته دي. الزمالك ما عندوش عناصر خبره، يعني سيبك من عبد الله السعيد، وحتى قوه الزمالك كلها في عبد الله السعيد وفي ناصر ماهر وفي نص الملعب بتاعهم. هي نفس مشكلتهم في فكره الارتداد الدفاعي، ان عبد الله السعيد وناصر ماهر هم مش لعيبه مدافعين اساسا في البرايم بتاعهم. فانت بتتكلم نص ملعب الاهلي هيكون ليه دور كبير جدا في الماتش ده، وفكره ان انت تقدر تستغل الارتداد الدفاعي البطيء بتاع الزمالك وتلعب الكوره في داخل الباكات، لان عندهم بين تايج سواء او فتوح، او حتى فتوح لما بيلعب في نص الملعب ما بيفرقش عن عبد الله السعيد حاجه، لان هو ما بيدافعش. فانت الاهلي لازم يستغل الحته دي. والاهلي حاليا من وجهه نظري الاهلي ما اقنعنيش. يعني انا لحد دلوقتي الاهلي ما لعبش ماتش اقدر اقول هو ده الاهلي، سواء فاركو سواء حرس الحدود، فوز على عيني وعلى راسه وكل حاجه، بس مش ده الاهلي. مش ده الاهلي اللي انا مستنيه، ومش ده الاهلي اللي انا شايفه يقدر يأدي الكوره دي بالصفقات اللي معاه. فانت بتتكلم الفتره الحاليه هي من وجهه نظري اثبتوا نفسكم. انا مش محتاج ان انت تنزل تدي الزمالك اربعه، بس محتاج فوز معنوي ليك انت. وخلي بالكم اللعيبه محتاجه الفوز ده اكتر من الجمهور. اللعيبه محتاجه ان هي تثبت نفسها للجمهور، لان في فتره حاله شك من الاهلي، من جمهور النادي الاهلي للعيبه. انتوا مش انتوا اللي انا مستني منكم الكلام ده. حتى في انفلاتات ياما، تاخد بالك قصه تجديد العقود ياسر ابراهيم وقصه راجل المباراه. انا ما بتكلمش عن، انا شايف الموضوع اهبل، الموضوع اهبل من اللعيبه، اللي هو يا جماعه احنا اهم حاجه نكسب، ما تفضلش نفسك على النادي. يعني النادي هو اللي عمل اللعيبه دي كلها. مع احترامي ليكم كلكم كنتوا نجوم بره الاهلي كل حاجه، بس قيمه نجوميتكم لا يعني لا تساوي 1% من اللي انتوا فيه حاليا. اللي عدى من جنب سور النادي الاهلي عمل تاريخ. في لعيبه لعبت في النادي الاهلي وانت ما تعرفش ان لعبت في النادي الاهلي وخدت بطولات اكتر من اساطير في الزمالك. في لعيبه جت اتركنت الدكه عندنا خدت بطولات اكتر منكم. فما تشوفش نفسك اكبر من النادي، النادي هو اللي عملك وهيعمل غيرك. زي ما عملك الاهلي قادر يعمل غيرك وقادر يعمل 10 قدك. فما تفتكرش ان انت حاجه، انت حاجه عشان انت بتلعب في الاهلي. كلكم بتطلعوا بره ما بتعملوش حاجه. اثبت نفسك وانزل وريني انت عايز ايه من الماتش. انا ده اللي انا مستني منك، انزل قول لي انا والله نازل النهارده عشان اكسب. انت محتاج الفوز اكتر مني، انت محتاج الفوز اكتر مني. اللي فكره مدرب وكل يعني تمام، مدرب وحش، لكن انت حاليا اثبت بقى. ما هو انت يا جماعه، ما هو ايه يعني ايه؟ ما مش كل المدربين كويسين، وساعات في مدربين بتكسب لان في لعيبه رجاله في الملعب. انا مستنيك تنزل راجل في الملعب، ده اللي مستنيه منك. ماتش الاهلي والزمالك هو ماتش جماهيري، انا مستني منك الفوز وانت تقدر. الكواليتي بتاعتكم هي تقدر تعمل كده، فانا مش بطلب منك حاجه اعجازيه بس. ونتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي